السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي، يا رب ان شاء الله تكونوا كلكم بخير بإذن الله تعالى. النهاردة هنعمل مع بعض الكشري المصري اللي كلنا بنحبه. انا واحدة من الناس بحبه قوي صراحة، وبيأكلني، وبحب الصلصة بتاعته تبقى حارة قوي يعني. وان شاء الله نعمله بطريقة سهلة وتعجبكم. احنا جبنا العدس ونجيناه كويس، بيبقى فيه زي زلط كده، تخلي بالكم منه. بعد كده حطيناه في الحلة بعد ما غسلناه، وحطينا عليه مية، وحطينا عليه شوية ملح وشوية كمون، وسيبناه على النار. العدس يا جماعة مش بياخد وقت خالص، هم 10 دقايق وبكون استوى ان شاء الله. ماشي، عشان انتي لو سويتيه بزيادة هتلاقي حبة العدس دي القشرة بتاعتها ايه طلعت كده، وبقى بصراحة شكله مش حلو في الطبق، وانتي بتغرفيه كده يبقى شكله مش لطيف. فاحنا عايزين نحافظ على شكله وبرضو على طعمه. الحاجة المستوية صدقوني مش بتبقى حلوة، يعني مستوية يعني لازم يعني. وهنا البصل، هنا جبنا 5 6 بصلات قشرناهم وغسلناهم وقطعناهم، حاولت ان انا اقطعهم زي بعض كلهم. وجبنا شوية زيت كده حلوين، علشان الزيت دي بعد كده هنعمل بيه كل بقية الأكل، فشوية زيت كتار يعني. وحطينا عليه البصل، هنجلي فيه البصل. ومش حطيت على البصل دي غير رشة ملح، ولا حطينا نشا زي ما بيقولوا، ولا دقيق ولا أي حاجة، وهيتحمر إن شاء الله معايا وهيبقى كويس. ماشي، اهو زي ما انتوا شايفين اهو نحط البصل كله. وهنا انا هوريكم دلوقتي العدس هو عامل ازاي، يعني دي اللي انا بقولكوا عليه، دي اللي انا عايزاه. ماشي، عايزة تبقى الحباية كده بحبيتها، مش فتحت ولا حاجة ولا اتقشرت، ويبقى شكله ايه لطيف. ماشي زي ما انا بوريكم كده. وهنا احنا اهو وطينا على البصل، يعني اول ما بنحط البصل بنعلي عليه، وبعد كده لما نحس ان بقى فيه شوية ذهبي كده بنوطي. ماشي، علشان ايه؟ كله يبقى زي بعضه، ويبقى مش يتحرج مني، لان لو البصل اتحرج مني بيمرر، بيبقى طعمه مر في الاكل. وهنا برضو باكد عليكم برضو على اهو، شوفوا عشان تعرفوا انني ايه مهتمية بيكوا ازاي. اهو بقولكوا اهو لازم يكون هو كده. ماشي، وبعد كده ايه، احنا بعد كده هنجيب بقى ايه شوية زيت، وهنحط فيه التوم. الزيت دي برضو اللي جلينا فيه البصل. ماشي، هو دي الزيت برضو بتاع البصل. جلينا فيه كده زي ما انتم شايفين شوية توم حلوين، حطينا شوية فلفل أحمر، ودي ماما طماطم كانت مسبكاها في الفريزر، طلعنا كيسين. وحطينا شوية شطة كتير عشان احنا بنحب الحاجة حارة. حطينا شوية فلفل أسود، حطينا شوية كمون، حطيت مرقوية، يعني رشة بسيطة من السكر، ذرة بسيطة. وهسيبهم ايه مع بعض كده شويه، وبعد كده هزود لهم شويه ميه واظبط الايه الملح بتاعه. وهنا اهو خدت برضو شويه من الزيت اللي انا كنت محمره فيه البصل، وبعمل فيه اهو الشعريه. ماشي، ولازم تبقى الشعريه كتير كده زي ما انتوا شايفين. ودي بقيه الزيت هنحتاجه في الاخر. تمام، بس كده زي ما انتوا شايفين اهو بنحمر في الشعريه، واتحمرت الحمد لله. مش بحط عليها غير رشه فلفل اسود وانا بحمرها. وبعد كده بحط الرز، بفضل ايه اشوحهم مع بعض عشان يبقى الرز بتاعي مفلفل وحلو. مش هحط المية على طول، لا اشوح كده زي ما انتوا شايفين مع بعض، يسخن مع بعض. ماشي، وانا بحب في الرز عامة حتى لو مش للكشري احب يبقى الشعرية بتاعته تبقى كتير. وبس، وحطيت عليه المية وخلاص على كده. ولما المية تنشف من عليه حابة اوطي ان شاء الله. اهو انا بوريكم هنا ان ازاي البصل متحمر حلو ما شاء الله. ماشي، وكان هنا والله مطلع صوت يعني، بس انا بعد كده بسجل فالصوت دي بيروح. واهو الرز شرب ميته اهو. وحطيت على الرز ملح على فكرة، ووطيت على الرز وخلاص، وسيبته بقى عشان يستوي. وهنا مية المكرونة بسيبها تغلي، عشان لما تغلي بقى ان شاء الله كده احط عليها الايه المكرونه. هنا بقى انا عايزه اوريكم حاجه عصير عملناه النهارده الصراحه الجو حر، فعملت لهم هنا عصير تمر هندي. هي بتبقى لفة كده بتتباع للناس اللي هم عايشين بره مش يعرفوه، بس انا لما كنت عايشة في الامارات هو بيبقى في كارفور وفي كل مكان وفي اللول وكل مكان، لأي حد مسافر بره يعني، في تمر هندي وفي أرجوسوس وفي كل حاجة من مصر. فهو في الأحلام دي صراحة أحلى نوع، هو سوري بس جميل. احنا كنا مخلصين دي كلها، مش باقي الا الحتة دي، خدت منها نصها. ماشي، وخمرت يجي ساعة كده ولا ساعتين في شوية مية. ماشي، وبعد كده بجيب المصفى زي ما انتوا شايفين كده، واحطه فيها، وازود مية بقى حسب الايه، حسب التوج اللي انا عايزاه. تمام، والسكر دي بتاعك انت، حط السكر زي ما انت عايزه. بس التمر هندي بيبقى فيه مزازة، يبقى احسن، لو مسكر مش بيبقى حلو.
وما يبقى فيه مزازة يبقى اطعم. فمش نزود السكر بتاعه اهو. بفضل بقى بالمعلقة كده انزل ايه كل اللي فيه. العين هيتبقى في الاخر زي ايه، زي بذر وشوية حاجات كده بسيطة تفل مش عارفة يعني. هو دي اللي بيطلع منه. فاهو بدني اعمل فيه كده. لما ممكن من غير معلقة اعمله بايدي، ادني ايه اعمله بايدي اللي هو اللي في المصفى ده. ماشي. وازود شوية مية زي ما انا عايزة. تمام. وبس كده. واهو دي اللي بوريكم هنا، دي اللي طلع منه صراحة يعني. هو دي اللي طلع خلاص، ما عادش فيه ميه ولا عادش فيه حاجه خالص. دي زي تفل يعني طلع منه. وهو كده بقى. وحطيته بقى ايه في الفريزر على ما المغرب يأذن، لان كنت عاملاه متأخر الساعه 4. فحطيته في الفريزر. ماشي. وبس كده. نروح بقى نرجع للكشري بتاعنا الحلو. ماشي. هنحط المية عشان نسلق المكرونة. هنحط كيس مكرونة صغنونة على كيس مكرونة سباكيتي. ماشي. اللي هي الطويلة يعني. اهو. و... وعملنا، وكنا عاملين كيلو من الرز على فكرة، ونص من العدس. كنا عاملين كيلو من الرز ونص من العدس. وحطيت كيس مكرونة صغنونة وكيس مكرونة سباكيتي. وبس. وبرده مش نخلي المكرونة تستوي قوي. واني صراحة مش بنحط اصلا المكرونة غير لما المية تفور. واني ولا بحط عليها زيت ولا ملح. بعد ما بتطلع كده بديها شطفة تحت الحنفية. هتقولوا غلط وبتاع، لا هي كده عشان تبقى مفلفلة وكده. بديها شطفة وما بتتصفى من مية. بروح حاطلها شوية ملح. ماشي. وايه ومعلقتين زيت من اللي انا كنت شايلاهم. ودي العدس اهو صفيته برضو وحطيت عليه شوية مية تحت الحنفية برضو عشان مش يغمج معايا الرز ولا المكرونة، لانه بنزل زي مية بني كده واسيبه يصفى شوية. تمام. والعدس سيبناه يتصفى شوية، والمكرونة برضو سيبناها تتصفى. وحطيت لها دي شوية ملح ودي شوية ملح ودي شوية زيت ودي شوية زيت، وحطيتهم على بعض في الحلة اهو. واما الرز يستوي هروح حاطة عليهم الايه الرز. تمام. اهو زي ما انتوا شايفين اهو. اهو كده خلاص الرز بقى تمام. ماشي. اهو دي شوية الزيت اللي كنا شايلينهم اهو حطيتهم عليه اهو. بعد كده هقلب بقى كله في بعضه. فدي شوية الزيت اللي انا شيلتهم في الاخر عشان اقلب مع المكرونة. مع المكرونة العدس والرز وكده. انا عايزه اقول لكم ان الزيت دي هو اللي بيديله الطعم، هو اللي بيخليه مفلفل وحلو. ماشي. يعني الزيت دي مهم جدا. وبحط له برده شويه بصل عشان ايه طعمه برده. وبس وكده. وبالهنا والشفا والسلام عليكم ورحمه الله.